بصي، مفيش حاجة اسمها في واحد معجب بيا وخايف يقول لي او مكسوف يقول لي. معنى ان الراجل ممكن يبقى معجب بحد ومش عايز يقول لها او يصارحها، ده معناه ان هو عنده مشاكل في الثقة بالنفس. هو خايف يترفض. العادي ان انا اترفض. ايه يعني مترفض؟ يعني انا لو بقدم على شغل دلوقتي اترفضت، لو انا حد واثقه من نفسي خلاص، ما قبلونيش، متضايق شويه، مش مبسوط اكتر حاجه، بس خلاص سافا. لكن لو انا ما قبلونيش، الموضوع ده ضايقني ووترني، يبقى هو تريجرد حاجه جوايا، يبقى انا غصب عني ثقتي بنفسي مش قويه. فلما اترفضت ده وجعني اكتر، او اكد على ان انا جوه مثلا دماغي افكار ان انا مش كفايه، انا مش كويس، انا لما بترفض الاكشن ده بيتريجر بقى كل المشاعر جوايا. فايه اللي بيحصل؟ اتجنب ان اقدم في شغل لحسن اترفض. ففكرة ان هو كراجل بيتجنب ان هو يبتدي ككلام لانه يترفض، ده معناه ان هو عنده مشاكل بالثقة بالنفس. ولو في اي راجل بيسمع الفيديو ده، اشتغل على نفسك، تقدر تغير حياتك لو اشتغلت على ثقتك بنفسك. اللي احنا لازم نفهمه ان الثقة بالنفس ليها اعمدة كتير بيعتمد عليها انا واثق من نفسي. فممكن تلاقي شخص ناجح جدا في شغله، خطير في شغله، واثق من نفسه جدا، بس ده مش معناه انه في حياته الشخصية واثق من نفسه. ممكن تلاقي في حياته الشخصية علاقاته قليلة جدا، علاقاته ضعيفة جدا، عنده مشاكل في الارتباط، عنده مشاكل في الثقة بالنفس، عادي. والعكس، ممكن حد في حياته الشخصية خطير، مقطع الدنيا كلها، بس في الشغل مش احسن حاجة. فده عادي يا جماعة. فده مش معناه ان هو كشخص على بعضه مش ناجح، او كشخص لا، شخص ناجح وكويس وممتاز، بس في الحياة الشخصية محتاج يشتغل على نفسه بالشغل. طيب دلوقتي لو انا دلوقتي بتعامل مع شخص بالشكل اللي احنا بنحكي عليه ده، لازم تعرفي ان الراجل اللي مش واثق في نفسه بيبقى طاقته الذكوريه فيها مشكله. فهو صديق رائع، اخ رائع، لكن راجل ارتبط بيه ويحسسني ان انا انثى، لا. للاسف لا. الجود ادفانتج اوف ان الراجل يبقى مش واثق من نفسه، ان هو مش هيخونك موست بروبلي، لان هو ما بيعرفش اصلا يروح يتكلم مع حد. هو ما عندوش الثقه بالنفس انه يروح ويصارح واحده. ف يعني بنسبه 70% مش هيخونك unless واحده جت هي وكلمته. انبهر قوي لما واحده هي تيجي تكلمه، يعني ممكن حد يضحك عليه يعني، بس قصدي غير كده لا، هو شخص هيبقى لويل لانه ما بيعرفش اصلا يتكلم حد، ولا يلف على ستات، ولا يعمل حاجات دي. فدي الحاجه الكويسه الوحيده. بس غير كده راجل مش واثق من نفسه، تو بي اونست، مش هيديكي تجربه الراجل. ولو انتي واحده فيمينين، لو انتي واحده ملفته، لو انتي واحده ناجحه، هيجي قدام شويه لو انتي ارتبطتي بيه ان ممكن يدخل اشخاص تانية في حياتك يكونوا فيهم بقى الحته الراجل اللي بيعرف يدخل ويقول ايه ويتكلم. وفجاه هتبداي تحسي انك مشدوده تجاه الاشخاص دول، فجاه هتحسي بمشاعر هتحسسك احساس وحش، لان هتبداي ساعتها تحسي هل انا انسانه مش كويسه، هل انا كده بخون، يعني حسب بقى الوضع النفسي، حسب انتي مبسوطه مع قد ايه، هتحسي ان ايه ده فايتني حاجات. فده شعور مش سهل برضه. لو انتي بقى شخص هو مش واثق من نفسه وانتي قابله بيه، يبقى انتي to be honest ده reflection of yourself. يعني انتي كمان عندك مشكله في الثقه بالنفس، انتي كمان ممكن تكوني مش شايفه ان انتي اكتر حاجه واو، فعشان كده عايزه حد برضو يعني. فده معناه ان انتي برضو محتاجه تشتغل على نفسك. بس فعامة يا جماعة ان احنا نشتغل على نفسنا دي حاجة عادية. يعني انا مش فاهمة ايه الصعب عندنا في ان حد يبقى عنده مشكلة في الكوميونيكيشن، حد دايما بيشوف ان علاقاته ما بتبقاش انجح حاجة، حد دايما عنده مشاكل في اسلوبه مع زمايله او ويروح يعمل جلسات ويشتغل على نفسه. مش فاهمة يعني لو واحد عنده ضعف في الظهر يروح يعمل علاج طبيعي، العقل بيقول كده. حد عنده مشاكل في الاسنان، الطبيعي ان ما يقعدش قاعد بوجع اسنانه، طبيعي يروح لدكتور يعالجه. انا ما بفهمش ايه الصعوبة في ان حد يبقى شايف ان عنده مشكله في حياته الشخصيه او في حياته العمليه وهو مكمل. لا انا تمام، انا هقرا عن الموضوع شويه. تقروا ايه يعني؟ كانت سهله. لازم حد يشوف حياتكم منظور من بره، ولازم حد يحط لكم بلان ويشجعكم ويشد عليكم، ومحتاجين حد يدخل معانا ويزق. فاتمنى بس ان الكالتشر دي تختلف شويه.